السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بداية الدعوة في مكة والتحديات والصعوبات اللي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم مع قبيلة قريش وازاي بدأ الإسلام ينتشر رغم كل المعوقات والصعوبات. والنهاردة هنتكلم عن واحدة من أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي وهي الهجرة من مكة للمدينة أو ليثرب. وقتها كانت يثرب عادي. الهجرة كانت بداية جديدة لحياة المسلمين، مش بس من ناحية المكان، لا ده من ناحية تأسيس دولة إسلامية، وتكون دولة إسلامية قائمة على العدل والمساواة. هنشوف مع بعض ازاي كانت الهجرة تغيير كبير لمسار الدعوة، وازاي بدأ المسلمين يبنوا مجتمع جديد بعيدا عن قريش ومكة، وبداية تأسيس أول دولة إسلامية. فيلا بينا نبدأ. Who are those men? والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. قبل الهجرة كان وضع المسلمين في مكة صعب جدا. الدعوة الإسلامية كانت بتواجه مقاومة شديدة جدا من قريش، خصوصا من الطبقة العليا اللي هم الأشراف، أبو سفيان وأبو الحكم اللي هو أبو جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وكل الشلة دي، يعني حط عليهم العاص بن وائل. كل دول كانوا حاسين إن الدين ده بيهدد مصالحهم. الموضوع ما كانش عبارة عن دين بيهدد دين وخلاص، أو إنهم كانوا خايفين على الأصنام بتاعتهم وخلاص. الموضوع أبعاده كانت أكتر من كده بكتير، منها تجارة ومنها فلوس ومنها قيمة مجتمعيه. الدين ده ما كانش هيخليهم اشراف زي ما هم، ما كانش هيخلي عندهم عبيد، ما كانش هيخلي فيه فقراء عشان يدوسوا عليهم برجليهم. فتبقى غبي لو فكرت انهم كانوا بيعملوا كده حبا في الاصنام وخلاص. هم نفسهم كانوا حاسين وعارفين انهم على باطل، بس الفكره كانت فكره مصالح. زي ما بنشوف دلوقتي حروب باسم الدين، وبنشوف برضه حروب دينية والعرب والمسلمين. المهم نرجع لموضوعنا. كفار قريش وقتها كانوا بيتهموا سيدنا محمد بأبشع الاتهامات، وبيوصفوه بأفظع الصفات: ساحر، مجنون، كاهن، شاعر، وكل اللي قلبك يحب. وضغطوا على الصحابة وتعذيب زي ما حصل مع بلال بن رباح وعمار بن ياسر. عندك مثلا عمار بن ياسر، أمه سمية كانت أول شهيدة في الإسلام نتيجة التعذيب على إيد أبو الحكم أو أبو جهل. كل ده كان بيزيد من معاناة المسلمين، وكانوا عايزين لحل عشان يقدروا يعيشوا بسلام وعشان يعرفوا يمارسوا دينهم بكل حرية ويدعوا ليه. وكان الحل واضح وهو الهجرة. لكن الهجرة ما كانتش سهلة، ولا كان ممكن النبي وأصحابه يهاجروا علنا. مفيش غير واحد اللي هاجر علنا، وهو سيدنا عمر بن الخطاب، واللي طلع في نص مكة وقال الكلمتين دول. شاهت الوجوه لا يرهم الله إلا هذه المعاصي. واعلموا أني مهاجر، فمن أراد أن تثكله أمه ويؤتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الباب. سيدنا محمد قرر يهاجر هو وسيدنا أبو بكر الصديق مع بعض في الليل. الرحلة كانت صعبة جدا والمسافة طويلة في صحراء مكة والمدينة. في الطريق سيدنا محمد وسيدنا أبو بكر الصديق اختبأوا في غار حراء، وحصلت القصة الشهيرة اللي كلكم عارفينها. وقريش بعتت مجموعة من الناس عشان يدوروا عليهم، وعرضوا 100 ناقة اللي هيدل على مكانهم أو هيجيب راسهم. وكان من اشهر الناس اللي كانوا بيدوروا عليهم كان سراقة بن مالك، واللي كان خبير جدا في الصحاري وتعقب الاثر، واللي بالفعل قدر يوصل لهم. ولكن حصلت وقتها معجزة، وان الحصان بتاعه كان كل ما بيقرب كل ما بيرجعه. ووقتها سراقة بن مالك حس وعرف ان في حاجة غلط، وقرر انه يحمي سيدنا ابو بكر وسيدنا محمد، ويتوه باقي الناس اللي طلعوا يدوروا عليهم عن مكانهم. وكانت دي في حد ذاتها معجزة كبيرة. وبعد ما قضوا فترة في الغار كملوا رحلتهم لحد ما وصلوا ليثرب، واللي هتتحول فيما بعد للمدينة المنورة. وكان استقبال المسلمين في المدينة استقبال الملوك. وخصوصا
خصوصا من الأنصار اللي كانوا مستعدين يستقبلوا سيدنا محمد وأصحابه بكل حب وكرم. سيدنا محمد لما وصل كان أول حاجة يعملها كان تأسيس المسجد النبوي، وده مش بس مكان للصلاة، ده كان مكان تعليمي واجتماعي، وده كان أول خطوة لتأسيس الدولة الإسلامية. وبجانب المسجد النبي عمل حاجة مهمة جدا في المدينة، وهي ميثاق المدينة. الميثاق ده كان اتفاق بين المسلمين واليهود، كان بيحدد واجبات وحقوق كل الأطراف سواء اليهود أو المسلمين، وكان بيهدف لإنشاء نظام تعاوني بين الجميع، يعني كلنا واحد وكلنا هتمشي علينا نفس القوانين. ولكن جسوة مين خلف بالاتفاق؟ اليهود. يعني حتى في البداية سيدنا محمد كان بيحرص إنه يعمل مجتمع بيضم كل الفئات. الميثاق ده كان أول قانون إسلامي مكتوب في الدولة الإسلامية، وكان بيهدف لتحقيق السلام والعدل في المدينة. Who are those men? والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد.